أحمد الوائلي إنه الرجل المعجزة، اجتمعت في شخصيته خصال كثيرة، ولقب بألقاب عديدة، منها قائد روحاني وداهية وخطيب وطبيب. عرف بثرائه العلمي واللغوي، حيث يتلذذ السامع من نطقه للحروف، أما مخارجه فلم يسمع مثلها منذ أكثر من 156 قرنا. حدثني السفيه بكل قبح وأكره أن السفاهة فازدادوا علما، كعود زاده الإحراق طيبا. قالوا لم سكت قلت هو للأرض صول وللنفس إصلاح. ألا تروا أن الأسد تخشى وهو صامتة، والكلب يخشى الأمر وهو نباه. لسعة علمه ومداركه أراد امتهان الطب ليساهم في علاج المرضى وبخاصة من النساء. ولد الوائلي في السنة السوداء، وتربى في أسرة معروفة بالعلم والمعرفة، وهو من صلب سيبويه وابن سينا، لهذا يلاحظ المرء على لسانه الفصاحة. أشهر الألقاب التي عرف بها هي حج ثقب، فوجوده ليس غريبا. خلي يجي كبار الشيخ أحمد الوائلي هذا الفقير والله إلا أثق بثقب. ويحفظ الأزور القرآن الكريم من الجلد إلى الجلد. في وقت لاحق استشاط الوائلي غضبا من منافسه الأقوى أبي علي الشيباني، باعثا حمامه الروحانية لإخضاع الشيباني إليه وتلقينه درسا ليساه، لدرجة أن المكافش الفضائي بينهما أصبح علنيا. دجل ونصب، وأنا خابرني أبو الموساد الإسرائيلي، وأنا خابرني أبو البنتاغون الأمريكي، وأنا خابرني ترامب، وأنا خابرني أوباما. أنت منو؟ أنت حزالة، أنت حزالة خابرتنا، وجدت طيارة خاصة اجت اخذتني لعالج فلان. تشير المصادر التاريخية إلى أنه وفي شبابه كان يغضب غضب الملوك، وكان يتجنب المحارم، ولا يعرف عنه شيئا فيما يتعلق بالقط والتقفيص. في إحدى الحقب تحدى الوائلي منافسه الشيباني، وذلك لأن حج ثقب كان يجيد الكثير من اللغات، وله دراية تامة باللغة الهندية وبما يقوله الجن. بسرعة بسرعة اطلع، بسرعة تتوسل، اطلع توسل، لا تتوسل، بسرعة اطلع اطلع، يلا 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 بسرعة اطلع، بسرعة 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 توسل بسرعة. اطلع. انت يهودي؟ لا لا يا أستاذ، لا 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 اي لا اله الا الله استاذي، لا اله الا الله كادي، اطلع بقدرة الله. انت هندي؟ هندية؟ ما ردت ايها. ايوه؟ ما ردت ايوه هندية؟ جدد انا. للوائل الكثير من المواقف والحكم والحكايات الشهيرة والأقوال الفصيحة والرسائل، كما له خطب وتوقيعات، وله مجموعة أشعار متفرقة و33 ديوانا. لقد سحب الوائل البساط من تحت أقدام العلماء والأطباء في كل أنحاء العالم، حيث تدرس جامعة هارفارد إدخال مناهج جديدة يؤلفها الوائلي في أروقتها في الولايات المتحدة الأمريكية. لقد حطم الوائلي النظريات الطبية جمعاء. لقد أنقذ الوائلي ابنتي كانت لا ترى ولا تسمع ولا تشوف. جلبناها إلى الوائلي، وبعد دقائق وثواني استطاع الوائلي أن يعيدها إلى الحياة. ابنتي الآن رئيسة وزراء بريطانيا. يدرك الوائلي حجم التحديات التي يواجهها في مسيرته الطبية والعلمية والدينية، غير أنه يقول إنه ماض في طريقه ولو كره الكارهون.